السلام عليكم خوتي خواتاتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم غادي نوجد معكم هذا الطبق ديال الكشري المعروف في مصر تحت الطلب ديالكم بطبيعه الحال، ولكن قادت لكم بواحد الطريقه مبسطه بحال ديال برا واحسن منه لان كنتي صايبتي بيدك. يلا باش ما نطولش عليكم نبداو الفيديو من الاول حتى الاخر ونشوفوا الطريقه ديال التحضير. بطبيعه الحال معايا راجلي هو اللي عارف المكونات، انا اول مره انا كنقادو معكم لانه هو المختص بهذا الكشري. يلا نبداو الفيديو. المهم المقادير اللي كاينه تقريبا هي هذه، باقي غادي نزيدو عليهم. كاين هنا عندنا العدس رطبناه في الماء، يعني نقعناه في الماء وصفيناه. عندنا هنا المكرونه اللي هي الصغيره، وعندنا المكرونه الطويله اللي هي سباغيتي قطعناها بحال هكايا، وعندنا هنا الروز حتى هو غسلناه وخليناه يتسقطر، وعندنا الشعريه الصغيره. عندنا هنايا طماطم يعني ضربناها في الخلاط وطحناها مزيان وصفيناها، وعندنا هنايا الثوم غادي نحتاجوه. عندي هنايا جوج ديال المعالق ملعقتين كبار ديال صلصه الطماطم، وعندي هنايا البصل تقطع بحال هكايا غادي نخلطوه مع النشا قبل ما نحمروه في الزيت. وفي البهارات عندي هنايا الكمون وفلفل اسمر وكزبره ناشفه والملح. عندي جبت هذا باش نخلط فيه سميتو نخلطو فيه البصل مع النشا يتخلط مزيان، وعاد باش نحمروه في الزيت. اول حاجه كنحطو النشا مزيان. طبيعه الحال الكشري الزوج الكريم هو اللي غادي يصايبو. نحمروه قبل ما تقليوه في الزيت، يتلبس في النشا مزيان. كنجبد تعمل الماء تعملو بالدقيق. يعني كاين اللي كيديروا بلاصه النشا، ممكن يديروا الدقيق ونشا بس، نشا بس احسن. او كاين اللي كيدير النشا والدقيق بجوج، ولكن هو كيدير النشا. صافي هكايا غتكون تحمرات وغنخرجوها بحال هكا كتكون. البصل منين حمرناه هكا كيجي محمر بحال هكا وريحته زوينه. هنايا في هذه الحله كنديروا من الزيت اللي قليتو فيه البصل، يعني كنهزو واحد المغرف من الزيت اللي قلينا فيه البصل، اللي حمرنا فيه البصل كنخليه يسخن، هو اصلا اوريدي راه سخون. كنحمروا فيه اول حاجه كندير الشعريه كنحمروها هي الاولانيه. كنبقاو نحمروا في هذاك الزيت اللي قلينا فيه البصل لان كيعطي واحد النكهه في باقي المكونات كاملها، كيعطي واحد النكهه زوينه. كنخليو الشعريه تحمر ماشي بزاف يعني، حيت باقي غتبقى هنايا، يعني كتحمر غير شويه كتاخذ اللون بحال هكايا. وكنضيفوا عليها العدس باش يكمل حتى هو التحمر ديالو مع الشعريه. بعد ما حطينا العدس وحمرناه غادي نضيفوا الرز. من بعد نحطوا هاد المكرونه الصغيره، عاد مكرونه طويله حتى هي تحمر غير شويه باش تكمل التحمر ديالها مع باقي المكونات. حمرت لنا باقي المكونات، نضيفوا اخر حاجه اللي هي ماشي اخر حاجه، اللي هي هذا الشعريه الطويله كنقطعها بحال هكايا. الحمص غادي نحطوه يتسلق ومن بعد نضيفوه على باقي المكونات. هنا من بعد ما تحمر كلشي غادي نضيفوا الماء. بالنسبه للماء القياس اللي عبرتوا به المكونات كتحسبوا شحال من معيار وكتضيفوه. درنا المكونات تقريبا كانوا 5 ديال السلطانيات، غادي نديروا 5 ديال الكوبايات الماء، لان باقي غنديروا ديك الدقه اللي كتكون مالحه. هنايا المكونات كلهم طابوا، شوفوا هنا المكونات كلهم طابوا. غادي نطفيو عليه، غادي نديرو هنايا نفس الزيت اللي حنا قلينا فيه حمرنا فيه البصل، هزينا منه شويه. غادي نديرو هذاك الثوم اللي عندنا، غادي نهرسوه ولا نطحنوه، ناخذوا النص ديالو نديروه في هاد الدقه، والنص الاخر غادي نديروه في الصلصه. غنبداو دابا الدقه، غادي نديرو هنايا درنا داك الزيت يسخن،
هزينا شويه الزيت اللي حمرنا فيه البصل وغنديروا فيه الثوم. بالنسبه للبهارات غادي نخلطوهم، انا غادي نديروا نصهم مع الصلصه ونصهم مع الدقه اللي كنديروا دابا، يعني غادي نخلطوهم ونهزو نص هكا ونص هكا، نهزو النص ديالهم. هنا من بعد ما تحمر لينا الثوم وضفنا البهارات غادي نضيفوا الخل تقريبا نص كوبايه ديال الخل. ها هي، حنا ما كثرناش الدقه، كي قلت لكم بغيتو تكثروها كثروها. هنا الحمص تسلق، ها هو عليه ونطفيه. المهم هنا البنات مشى لي المقطع، ضفنا هنايا الليمون، مشى لي المقطع اللي كنصور. عصرت هنايا واحد الليمونه، الا كانت كبيره ديروا غير وحده، كانت صغيره ديروا جوج، عصرناها وحطيناها على باقي المكونات. وهنا غادي نضيفوا الماء، درنا نص كوبايه ديال الخل، غادي نديروا فيها كوبايه ديال الماء. نص كوبايه ديال الخل. عندي هنايا الثوم مفروم، وعندي البهارات اللي هي الكركم، اللي هي البزار، الفلفل الاسمر والملح والكمون والكزبره الناشفه. من بعد ضفنا الليمون، يعني الا كانت وحده كبيره، الا كانت صغيره نديروا جوج. ومن بعد كنضيفوا كاس ديال الماء، درنا نص كاس ديال الخل، كاس ديال الماء. صافي المكونات يغليو ونطفيو عليهم. بنفس الطريقه نهزو من الزيت اللي حمرنا فيه البصل، نهزو منه شويه وغادي نحمروا فيه المتبقي لنا من النص ديال الثوم، نحمروا بحال هكا مزيان. ونضيفوا معالق ديال الطماطم، صلصه الطماطم. غندير بالي انا هادشي كيطيب. انا في البهارات هنايا غادي نضيف واحد شويه ديال القرفه، انا غادي نضيفها، هي ما كتكونش ما كيحطوهاش، ولكن انا غادي نضيفها. غادي نضيفو الصلصه اللي حنا طحيناها، الطماطم اللي حنا درناها وطحناها وصفيناها. الدقه كاين اللي كيبغي فيها تكون حاره يضيف ليها الشطه الا بغى، انا ما كنبغيش الشطه داكشي ما درتهاش، درتها غير هكا عاديه. كاين اللي كيبغي يبغى تكون حاره بزاف يزود، يعني يزيد يضيف الشطه. ديالنا هي وجدت حتى هي، ها هي صافي. غادي نطفي عليها حتى هي ونتلاقاو في طبق التقديم ان شاء الله. هنايا كنغرفوا، المهم كتحطوا الطريقه اللي بغيتو. البصل سلقنا، كديري الدقه. المهم الدقه كتبقى على حساب اللي بغى الواحد يكثر ولا يضيف ولا يزيد ولا ينقص ولا. وعندي هنايا الصلصه اللي حنا درنا بحال هكايا، كيجي الطبق ديال الكشري. طريقه سهله بطريقه مبسطه، جربوه وردوا عليا كيفاش جاكم. نتمنى الفيديو يعجبكم وتجربوه وتردوا عليا في التعليق. هذا مكان اللي وصل حتى هنا، ما ينسانيش في اللايك والاشتراك وفعل الجرس باش يوصل كل جديد. والى فيديو اخر كنقول لكم السلام عليكم.